السلام عليكم. بتاريخ 26 أغسطس سنة 2020 وبعد منتصف الليل، واحدة من المستشفيات الموجودة في العاصمة اليمنية صنعاء استقبلت 5 شباب وهم شايلين زميلهم وداخلين بيه جري على المستشفى وحالته خطيرة. الشاب عمال ينزف وجسمه مليان جروح وكدمات. الأطباء في المستشفى حاولوا ينقذوه، ولكن كان فات الأوان والشاب مات في واحدة من أبشع الجرائم اللي حصلت في دولة اليمن، واللي كان لكاميرات المراقبة دور مهم في حل لغز الجريمة. أهلا بيكم في قناة نبتدي الحكاية مع علي فتحي. ويلا بينا نصلي على النبي ونبتدي الحكاية. في البداية خلونا نعرف هو مين الشاب ده. عبد الله الأخباري شاب بسيط عايش في قرية صغيرة في اليمن، وأهله ناس على قد حالهم، ولكن علموا ابنهم أهم حاجة، وهو إنه يكون بيخاف من ربنا وبيتقي الله في كل تصرفاته. وركزوا في الكلمتين دول كويس قوي. عبد الله خرج من المدرسة وما كملش تعليمه علشان يشتغل ويساعد أهله، وطول الوقت كان بيحلم يشتغل في العاصمة صنعاء، لأنه عارف إن الشغل هناك أحسن وفلوسه أحسن. وفعلا بعد فترة طويلة عبد الله أخيرا بيلاقي إعلان عن وظيفة في محل موبايلات موجود في صنعاء وبمرتب كويس. والأهم كمان إن الوظيفة بتوفر سكن للي جايين من خارج المدينة. وفعلا عبد الله تواصل مع صاحب الشغل، وبعدها سافر واستلم شغله في محل موبايلات. ولكن ما يعديش أسبوعين وعبد الله 5 من زمايله في الشغل ينقلوه على المستشفى، وهو بين الحياة والموت. جسمه كله مليان جروح وكدمات، وشرايين إيديه الاتنين مقطوعين وعمال ينزف. الأطباء في المستشفى دخلوه على طول لغرفة العمليات، ولكن ملحقوش ينقذوه، لأنهم اكتشفوا إن عبد الله كان فارق الحياة قبل ما يوصل على المستشفى. الأطباء حولوا جثة عبد الله للمعمل الجنائي، لأنهم كانوا متأكدين إن في شبهة جنائية ورا وفاته، على الرغم إن ال5 شباب اللي جابوه للمستشفى أكدوا إن عبد الله هو اللي عمل كل الإصابات دي في نفسه، لأنه كان بيعاني من حالة نفسية. الأطباء في المستشفى بلغوا الشرطة وعرفوهم إنه مستحيل عبد الله يكون هو اللي تسبب في كل الإصابات دي لنفسه، وأكيد إن الجروح والكدمات دي وراها شخص أو أكتر عذبوا عبد الله لحد ما مات. الشرطة وصلت للمستشفى وتم القبض على ال5 أشخاص دول لاستجوابهم، وكان من ضمنهم واحد اسمه عبد الله السباعي، وده يبقى صاحب محل الموبايلات اللي عبد الله كان بيشتغل فيه. عبد الله السباعي قال إن معظم الشباب اللي شغالين معاه من خارج المدينة، وعلشان كده وفر لهم سكن في نفس المبنى اللي فيه المحل. ومن حوالي أسبوعين نشر إعلان عن وظيفة جديدة عنده في المحل، وتقدم للوظيفة دي الشاب عبد الله الأخبري، وبالفعل بدأ يشتغل معاهم. ولكن من أول ما عبد الله استلم الشغل لاحظ إن تصرفاته غريبة. أحيانا بيفضل يصرخ ويزعق، وأحيانا بتجيله حالة ويفضل يضرب نفسه ويعور نفسه بأي آلة حادة، لدرجة إنه هو وكل زمايل عبد الله في السكن افتكروا إن عنده مس شيطاني أو حد عامل له سحر. وأكتر من مرة فكر إنه يرفضه من الشغل، ولكن علشان عارف ظروفه المادية قد إيه صعبة فقرر إنه هيسيبه في الشغل. وفي يوم الحادث عبد الله جات له حالة هستيرية وبدأ يتصرف تصرفات غريبة، والمرة دي كانت أكتر من كل مرة، لدرجة إنه استدعى زمايله في الشغل وفي السكن وحاولوا يسيطروا عليه علشان ما يأذيش نفسه. وبعد ما هدى شوية كلهم نزلوا على المحل، وعبد الله فضل لوحده في السكن. وعلى آخر اليوم لما رجعوا تاني للسكن لاحظوا إن عبد الله زادت عنده حالة الهياج، ولقوه معور نفسه في كل حتة في جسمه. وقت ما كانوا قاعدين بيتعشوا عبد الله اتسحب وجاب سكينة وقطع شرايين ايديه الاتنين. ولما زمايله شافوه عمال ينزف شالوه جري ونقلوه على المستشفى. بعد استجواب عبد الله السباعي صاحب المحل، الشرطة استجوبت ال4 التانيين زمايل عبد الله في الشغل وفي السكن، وال4 أكدوا نفس الكلام. ولكن رجال الأمن لاحظوا تضارب في الأقوال، وبالتحديد في تفاصيل الواقعة، وزاد الشك جواهم من الرواية اللي حكوها. وفي الوقت ده كان ظهر تقرير المعمل الجنائي، واللي أكد على شكوك الأطباء وبعدهم رجال الأمن. التقرير أكد إن عبد الله الأخباري مستحيل هو اللي يكون عمل كل الإصابات دي في نفسه. ووضح التقرير إن عبد الله اتعرض للضرب والجلد وعلى إيد أكتر من شخص، ووجود عدد كبير من الكدمات في منطقة البطن بتوضح إن عبد الله اتعرض للضرب بالرجل كتير، لدرجة إن حصل له نزيف داخلي حاد في البطن. وإن عبد الله اتعرض للجلد بسلك كهرباء وعصاية خشب، ده غير آثار تعذيب تانية في أماكن متفرقة في الجسم. وإن الضرب والتعذيب استمر أكتر من 3 ساعات. وأهم حاجة وضحها التقرير كويس إن الجرح القطعي اللي كان في إيدين عبد الله، واللي قال عبد الله السباعي صاحب المحل إن عبد الله الأخبري هو اللي قطع شرايين إيديه علشان ينهي حياته، الجرح ده حصل بس بعد وفاة عبد الله. يعني مستحيل يكون عبد الله
هو اللي عمل كده في نفسه. طب السؤال هنا، هو ليه صاحب المحل والأربعة اللي معاه كذبوا وألفوا الرواية دي من عندهم؟ والسؤال الأهم، لو كانوا هما اللي عذبوا عبد الله لحد ما مات، طب ليه يعملوا فيه كده؟ رجال الأمن علشان يلاقوا إجابة للسؤال الأول، وهو ليه صاحب المحل والأربعة اللي معاه ألفوا الرواية دي من عندهم، بدأوا يعملوا تحرياتهم عن الشاب عبد الله الأخبري، وسألوا كل معارفه وأهله عن سلوكه، وكلهم أجمعوا إن عبد الله شاب محترم وفي حاله، وعمرهم ما لاحظوا عليه أي تصرفات غريبة ولا حتى تصرفات فيها غضب أو عنف. أما بالنسبة لموضوع المس الشيطاني، فكلهم قالوا إن عبد الله طول عمره شاب متدين، وتصرفاته بعيدة كل البعد عن تصرفات شخص مصاب بالمس الشيطاني. رجال الأمن راحوا المحل والشقة اللي عبد الله كان عايش فيها، وبدأوا في تفتيش المكان، ولاحظوا إن في بقع دم على الأرض، ولكن أهم حاجة لاحظوها إن في واحدة من كاميرات المراقبة الموجودة في المحل بتغطي جزء كبير من صالة الشقة. وعلى طول بدأوا في تفريغ سجلات كاميرات المراقبة، وكانت المفاجأة إن الكاميرات رصدت كل حاجة من البداية لحد ما عبد الله السباعي والأربع موظفين اللي معاه أخدوا عبد الله الأخباري ونقلوه على المستشفى. واللي رصدته الكاميرات جاوب على السؤال. الكاميرات رصدت إن يوم الحادث عبد الله الأخباري رجع من شغله عادي على الساعة 6، يعني مش زي ما قالوا إن عبد الله في اليوم ده ما نزلش الشغل وفضل في البيت. المهم عبد الله بعد ما رجع الشقة قعد شوية لوحده في الصالة، وبعدها دخل عليه عبد الله السباعي صاحب المحل، ولاحظ رجال الأمن إن الكاميرات وضحت إن حصل ما بينهم خلاف شديد، ولكن لسوء الحظ إن الكاميرات كانت بتسجل صورة بس من غير صوت. المهم الخلاف زاد ما بينهم، وواضح إن عبد الله السباعي كان بيطلب من عبد الله الأخباري حاجة معينة موجودة معاه، ولما رفض يديها له ضربه بالقلم وقعد يضرب فيه لحد ما عبد الله الأخباري استجاب وطلع التليفون من جيبه واداه لعبد الله السباعي، اللي قعد يفتش في التليفون ويتكلم معاه شوية، وبعدها رجع تاني يضربه، والمرة دي مسك سلك كهربا وجلده بيه. ده غير إنه فضل يضربه بالرجل في بطنه وبطريقة كلها قسوة وغل. في الوقت ده كان رجع 3 عمال للشقة، وبدأوا هما كمان يشاركوا في حفلة الضرب اللي بدأها عبد الله السباعي. كل واحد منهم مسك سلك كهربا وقعدوا هما الأربعة يجلدوا عبد الله الأخباري. رجال الأمن فضلوا متابعين اللقطات الوحشية لتعذيب عبد الله، واللي استمرت من الساعة 6 للساعة 9 مساء. الأربعة قاعدين يتسلوا ويعذبوا في الشاب المسكين اللي لا حول ليه ولا قوة. وبعد ما تعبوا قعدوا هما الأربعة جنب جسم عبد الله الأخباري المرمي على الأرض، وقعدوا يتعشوا ويتكلموا مع بعض، ولا كأن جنبهم شخص عمال يتألم وينزف. وأثناء ما كانوا قاعدين بيتعشوا دخل واحد زميلهم في الشغل، والظاهر كده إنه قال وأنا كمان، ومسك سلك كهربا وجلد عبد الله الأخباري اللي كان ما بين الحياة والموت. رجال الأمن لما واجهوا عبد الله السباعي واللي معاه باللي رصدته الكاميرات غيروا أقوالهم وقالوا إن عبد الله الأخباري كان حرامي وإنه سرق تليفون غالي من المحل. ولما عبد الله السباعي اكتشف السرقة قرر إنه هيعاقبه بطريقة وحشية علشان يكون عبرة لباقي زمايله. ولكن لما الموضوع خرج عن السيطرة وعبد الله الأخباري مات، عبد الله السباعي قال إنه وقف جنب الجثة وكان مش عارف يتصرف إزاي. ولما بدأ يتشاور مع موظفين اللي معاه وشركائه في الجريمة استقروا على تأليف رواية إن عبد الله كان عنده مس شيطاني، وإن هو اللي عمل كل الإصابات دي في نفسه. وعلشان يحبكوا الكذبة قطعوا شرايين إيديه الاتنين علشان يوهموا رجال الأمن إن عبد الله هو اللي أنهى حياته. بعد الاعترافات دي تمت إحالة عبد الله السباعي ومنيف المغلس ومحمد الحميدي ووليد العمري ودليل الجارية للمحاكمة بتهمة القتل العمد. وفي نفس الوقت ده بدأت لقطات من تعذيب عبد الله الأخباري تتسرب للصحافة والإعلام وبعدها على وسائل التواصل الاجتماعي، وحصلت حالة كبيرة من التعاطف تجاه الشاب عبد الله الأخباري، ونزلوا الناس في الشوارع في حالة غضب وطالبوا المحكمة بتطبيق أقصى عقوبة على الجناه من غير أي رحمة. وحتى لو تم إثبات تهمة السرقة على عبد الله يرحمه، فده مش مبرر أبدا للجريمة الوحشية اللي اتعرض لها. بس تفتكروا هل عبد الله فعلا كان حرامي وسرق التليفون من المحل اللي بيشتغل فيه، ولا دي كانت محاولة من الجناه إنهم يشوهوا سمعته ويخلقوا مبرر لجريمتهم؟ الحقيقة إن السلطات لقت إجابة على السؤال، والإجابة وصلت لحد عندهم. أثناء جلسات محاكمة المتهمين رجال الأمن اتفاجئوا بشاب يبقى زميل عبد الله الأخباري الله يرحمه جاي ومعاه دليل براءته. الشاب ده قال إن عبد الله تواصل معاه قبل الجريمة بكام يوم وقال له إنه هيسيب الشغل ويرجع على قريته، لأنه اكتشف إن المحل اللي بيشتغل فيه ما هو إلا ستار لعصابة منظمة بيديرها صاحب المحل علشان يبتز النساء. اللي بيحصل إن بمجرد ما أي واحدة ست بتروح المحل وتسلم تليفونها علشان يتصلح بيتم نسخ كل صورها وملفاتها الشخصية الحساسة
وبعدها بيتصلوا بيها ويهددوها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي لو ما دفعتش مبلغ مالي ضخم. وأوقات تانية بيطلبوا علاقة محرمة مقابل عدم نشر الصور. عبد الله اكتشف الموضوع ده بالصدفة وهو في المحل، لما لقى وحدة تخزين خارجية واقعة على الأرض. ولما فتحها على الكمبيوتر اتصدم لما شاف آلاف الصور والملفات الخاصة بالستات ضحايا الابتزاز، ده غير مقاطع تانية متصورة داخل المحل بيستخدموها في الضغط عليهم. الشاب ده ورى رجال الأمن المحادثات اللي دارت ما بينه وما بين عبد الله الأخباري الله يرحمه علشان يتأكدوا من صحة كلامه. ولكن للأسف قبل ما عبد الله يلحق يسيب الشغل، عبد الله السباعي اكتشف إن عبد الله الأخباري عرف كل حاجة لما ملقاش وحدة التخزين في مكانها. وساعتها خاف هو واللي شغالين معاه إن عبد الله يفضحهم ويبلغ عنهم، فقرروا إنهم هيحبسوه ويعذبوه. وطلب منه عبد الله السباعي إنه يشوف تليفونه علشان يعرف إن كان أخد نسخة من الملفات والصور ولا لأ. وده بيفسر لقطات الفيديو اللي ظهر فيها عبد الله السباعي وهو بيفتش تليفون عبد الله الأخباري وهو زي المجنون. رجال الأمن لما فتشوا المحل لقوا وحدة التخزين وعليها كل الملفات والصور، واتأكدوا إنهم قدام عصابة مش سهلة، وإن عبد الله الأخباري راح ضحية إنه مرضاش يبقى معاهم وزيهم. وبعد مواجهة عبد الله السباعي والمتهمين اللي معاه بالأدلة الجديدة، ما بقاش في مجال للإنكار، وبقى واضح السبب الحقيقي اللي خلاهم يعذبوا عبد الله الأخباري لحد ما مات. المحكمة حكمت على عبد الله السباعي والأربعة اللي معاه بالإعدام رميا بالرصاص، ولكن تم تخفيف الحكم على واحد منهم بالسجن لمدة سنتين، لأن محاميه أثبت إنه وصل لمسرح الجريمة في النهاية. وفي 6 سبتمبر سنة 2021 اتنفذ حكم الإعدام في حق المتهمين الأربعة. عبد الله الأخباري عاش يحلم إنه يلاقي فرصة ويشتغل في العاصمة صنعاء، ولكن لما جات له الفرصة وسافر علشان يحقق حلمه، لقى نفسه قدام اختيارين: يا إما يطبق اللي اتربى عليه ويتقي الله في كل تصرفاته ويخاف من ربنا، يا إما يمشي في سكة الشيطان ويبقى زي عبد الله السباعي واللي معاه. وفي النهاية عبد الله اختار الصح، حتى ولو كانت النتيجة إنه خسر حياته، ولكن كسب حاجة تانية أهم بكتير، وهي رضا ربنا. وقبل ما أختم عايز أقول حاجة لكل إخواتنا وبناتنا: بلاش موضوع الصور الخاصة اللي بنسيبها على التليفون، حتى وإن كنا واثقين إن محدش هيشوفها، لأن ممكن في أي وقت التليفون يضيع أو يتسرق ويتم استخدام الصور اللي فيه بطريقة مش كويسة. ربنا يسلم. وأشوفكم على خير في حكاية جديدة، في حفظ الله ورعايته.